السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. هنعمل البسكوت النهاردة. شايفين البسكوت ده مقاديره خفيفة وده كيلو بسكوت بس، يعني كيلو دي قصدي بس. هو ده اللي هيطلع معاكي كتير قوي، بسم الله ما شاء الله يعني. طول ما هو خفيف بيفرط معاكي وبيبقى كتير. تيجي نشوفه كده، ندخل جوه الفيديو ونشوفه احنا عملنا ايه. يلا نقوله كده مقادير البسكوت مع بعض. إيه دي كوباية جوز الهند. ده كان جوز الهند، يعني خشن، وانا طحنته كده في المطحنة بتاعة الخلاط عشان ينعم يعني. ودي كوبايتين سمنة. انا حطاها بقري على جاموسي، عشان كده هي لونها ابيض في اصفر. وهناخد كوبايتين سكر. خلي بالكوا عيار الكوباية دي هي عيار المج ده. انا كنت معايراه قبل كده وعارفة يعني. دي كده نص كوباية لبن. ودول كده 6 بيضات، بس انا جيت طقشت البيضة دي لقيت فيها ما شاء الله صفارين. ده نشادر. دي خميرة حلويات شيف كيك يعني، او بيكنج باودر. طبعا البيض ده عليه شوية فانيليا. وده كده نشا. وده كده كيلو دقيق منخول، وعليه رشة ملح كده. تمام. هنعمل ايه بقى؟ بصوا، احنا بنحب لون البسكوت بيبقى اصفر. فطبعا انا لما اضرب السمنه دي عشان حاطه لها سمنه بيضه هيفتح اللون، وانا ما احبش بصراحه يعني احنا كلنا هنا مش بنحبه البسكوت بالبرتقال ولا قشر البرتقال والكلام ده. بس بنحب لونه اصفر. هنعمل ايه بقى؟ شايفين الكيسه السخنطوطه دي فيها كركم. هنحطه كده ايه يعني حبه صغيره كده عشان تخلي اللون اصفر وحلو كأن عليه برتقان، بس هو معلهوش نكهه برتقان، لان هو اي نكهات في البسكوت بتضيع لي طعم السمنه بصراحه. احنا بنستكفي بس بالفانيليا علشان زفارة البيض. يلا مع بعض كده هنحطه بقى ايه الميكس بتاعنا ده عشان نحطوها كده في العجان ونضرب. تضربيها بقى في ايدك عايزه تضربيها بايدك. لو ما عندكيش الميكس ده اضربيها بايدك بمضرب بيض بالكهرباء. ما عندكيش خالص بايدك بتبقى زي الفل وفي منتهى الجميل. هنفضي بقى كده السكر. هما كوبايتين زي ما احنا اتفقنا. هو المفروض يعني المقادير دي عليها كوبايتين وربع، بس احنا يعني مش هنسكره قوي. عايزه اقول لكم ان ده كيلو دقيق. لما انتي بتحطي عليه كوبايه جوز الهند وكوبايه نشا، كده المقادير بتزيد فبتبقى كيلو وربع، فبتزودي البيض. بتزودي البيض وبتزودي السكر شويه. لو انت بقى عايزه كيلو مظبوط، كيلو كيلو يعني، تشيلي من الدقيق كوبايتين دقيق عشان هتحطي بدلهم كوباية نشا وكوباية جوز الهند. هنحطه بقى في هنا في الميكس ده ونروح بقى نضربه في العجين. اهي لازم لازم تكون السمنه كده مجمده. انا كنت حطاها في التلاجة من امبارح. لازم تكون جامده كده وسقعانه يعني. وتحطيها بقى. نسيت اقول لكم ان في كمان ربع كوبايه زيت ذرة او زيت نباتي احنا هنحطوه، بس مش دلوقتي. مش هنضربوه في الميكس دلوقتي غير لما نضربه يعني السكر مع السمنه. لو عايزه تحطي زبده، بصراحه برضو هو زبده مع سمنه بيبقى البسكوت في منتهى الجمال. بس انا ما كانش عندي زبده، كان كلها بقى كانت سمنه سيحتها فكلها كانت سمنه، بس هيطلع جميل برضو. انا عملته قبل كده. انا هنا حطيت مع الدقيق نص معلقه صغيره كركم. وحطيت الكيس بتاع الشيف كيك كله، انا حطيته كله. وهنحط كمان الكوبايه بتاعت جوز الهند دي هنا. يبقى كده كل المكونات الجافه احنا حطيناها هنا. تمام. نقلبوها بقى كده. يبقى كده هو كده خلاص. هنعمله بقى ايه المكونات السايله وهنحطوها عليه في الاخر.
طبعا انا علشان حاطه كيس بيكنج باودر كامل في الدقيق، فهناخده بس هنا كده نص معلقه، آه، نص معلقه كبيره من النشادر، هنحطوها بقى كده هنا على اللبن وهنقلبوه بقى كويس، وهنسيبوه شويه عشان ما نكملوا الوصفه بتاعتنا. هتلاقيه تقل كده وبيفور كده، وتلاقيه تقل كده تعرفي ان الخميره بتاعتك نشيطه وحلوه. انا كده كل شويه بفصلها وباخد من الجناب كده هنا كده، علشان اللي ما اتعملتش تتعمل، عشان ما يبقاش فيها سكر مخرص كده، او سمنه مثلا ما اتضربتش. ونكمل ضرب. انا هنحط هنا كده بيضه بيضه، بمجرد ما تختفي البيضه نحط غيرها، ما تحطيش كله مع بعض عشان ما يخرصش منك. هنحط بقى الزيت اهو، وهنكمل ضرب كده على خفيف. هنحط بقى الزيت اهو، وهنكمل ضرب كده على خفيف. هنحط هنا كوباية، نص كوباية لبن مع النشادر اللي احنا دوبناه. طبعا انا غيرت السلاح الويسك ده، وحطيت الكف ده علشان هنبتدي طبعا ايه، نحط الدقيق بقى كده واحدة واحدة بالتدريج، ونضرب بقى كده ايه على الهادي، علشان انت عارفة الحاجات دي ما بتتعجنش. انا نقلت العجينة بتاعتي في الطبق البلاستيك ده عشان يكون اوسع. بصوا شايفين العجينة، اهم حاجة العجينة بتاعتك تكون بتقطم كده اهو. لو قطمتيها كده ولقيتيها عاملة عرق كده تبقى العجينة باظت، يعني ما ينفعش تشتغلي بيها اصلا. هي كده في منتهى الجمال، هنبتدي بقى نشتغل بيها. انا عندي يعني مفرمة بالكهرباء بتبقى اسرع، ما عندكيش تقدري تستخدمي اللي هي العادية، المفرمة العادية بتاعت امهاتنا زمان دي واجدادنا. مفيش خالص، ممكن تبططيها كده وتعملي يعني اي، يعني بقطعة او حاجة وتعمليها بقى شبه بتاعة المحلات كده، بس دي طبعا احلى. انا عندي هنا كده المواز دي، انا بصراحة يعني القديمة بتاعت زمان. انا احلى حاجة بحبها هو الموز ده، بيبقى خفيف وجميل وشكله. انا كملت الصينيه بتاعتي اهي، هدخلها بقى الفرن. طبعا يعني احنا مشغلين الفرن بقاله بتاع حوالي ربع ساعه، زي ما سوينا البشيفور بنسويه على درجة حرارة يعني متوسطة، وعلى الرف اللي في النص، وبنشغل مروحة البوتاجاز. ولما يستوي هوريهولكم. طبعا هو زي ما انتم شايفينه لازم يكون فيه مساحة كده بين كل بسكوتة وبسكوتة، عشان ما يلزقش في بعضه. طبعا هو هيزيد لان هو فيه سكر وفيه خماير وحاجات كده، هيزيد بس مش قوي طبعا. هوريهولكم لما يستوي ان شاء الله. ايه رأيكم؟ بصوا الصينية طلعت اهي، انا سايباها تبرد عشان اشيلها يعني. البسكوتة طالعة رايقة كده وذهبي وجميلة اهي، شكل لونها كمان جميل قوي. هي بس الاضاءة طبعا مفتحاه، لكن هو لونه زي ما انتم شايفين كده. بصوا الظهر بتاع البسكوتة عامل ازاي،
شكلها جميل وخفيفة، خفيفة جدا، وزنها خفيف جدا. هنكمله بقى وبعدين اوريهولكوا في الاخر. خلاص خلصنا البسكوت بتاعنا، وانا رصيت لكم حبه كده في السرفيس ده كل ده من كيلو بسكوت او كيلو وربع زي ما اتفقنا، عشان انا حطيت له مع الكيلو كوبايه جوز الهند وكوبايه نشا. شايفين؟ هو كان يعني كتير ما شاء الله، وطلع خفيف بقى كده، عشان كده هو ادى كتير يعني. بصوا بصوا نكسره بقى واحده كده مع بعضنا ونشوفوها. بصوا بصوا، وعايزه اقول لكم ريحته بقى وطعمه في منتهى الجمال. انا يعني مش هاكل منه دلوقتي طبعا، مش هقدر لان انا عاملاه الصبح، وان شاء الله بعد الفطار نبقى ناكله بقى مع بعض. بصوا جميل ازاي، وناعم وخفيف جدا، والنقشه بتاعته زي ما هي، ما يعني مسحتش ولا حاجه، ومقاديره مظبوطه جدا في منتهى الجمال. نكسر كمان يلا واحده، يلا زي بعضه. مقرمش اهو في منتهى الجمال. يا رب بقى تعملوا المقادير كده مظبوطه، ويطلع معاكم حلو ان شاء الله، ويا رب يعجبكم. ولو شفتم الفيديو بتاعي وعجبكم، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش بقى اللايك وكومنت حلو كده منكم. كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه. شايفين انا حطيته جوه الكيس اهو، اي كيس نضيف من بتاع المحلات ده بتاع الملابس، بتاخديه كده بيبقى نضيف كده وابيض. بتيجي تحطيه بقى كده البسكوته بقى ما بتتحطش بقى كده يعني بالعرض كده، لا كده تقطم معاكي، بتحطيها على سيفها كده تفضل معاكي كده، يعني ما تتكسرش ولا اي حاجه. وبعدين بقى بنرفع الكيس كده وبنغطيه وبنربطه كويس، هيبقى مقرمش وفي منتهى الجميل. إيه طبعا البسكوت ده لما تيجي تشيليه مش هتسيبيه زي ما هو كده، إيه متعري كده او محطوط في حاجه كده ومش متغطي او من غير كيس او كده، لا، لان تاني يوم هو لما بيشرب لما بيشم هوا، إيه خلاص هو بيطرى كده، بيبقى عامل زي البيتي فور، مش هيعجبك. لازم عشان يفضل مقرمش زي ما بنجيبه كده من السوبر ماركت، وتفتحي الكيس بتاعه تيجي تاكليه تلاقيه مقرمش كده، حتى لو فضل فتره طويله، لان هو مغلف بالكيس النايلون. فطبعا احنا هنلبسه في كيس كده، كام كيس كده، ونربطه عليه عشان يفضل مقرمش كده لحد اخر بسكوتة.